التجارة في اللحوم حاجة معروفة من زمان. جاموسة ممكن تطلع معاك من 110 ل 150 كيلو لحمة، وخروف 50 كيلو أو أقل. بس المشكلة دايما كانت واحدة: التكلفة. تربية، رعاية، أكل، خسارة. لكن ماذا لو قلتلك إن في كائن حي ممكن يديك 50 كيلو لحمة أو أكتر ومن غير ما يكلفك ولا جنيه واحد؟ أيوة، أنا بتكلم عن البشر. ما تستغربش، لأن الفكرة دي ما طلعتش من دماغي أنا. دي كانت فكرة واحد من أخطر المجرمين في التاريخ، تشارلز لويسانو. مين تشارلز لويسانو؟ راجل من أمريكا، واحد من أكبر رجال المافيا في الخمسينات. عقل إجرامي، لكن الأهم عقل بيفكر في الربح قبل أي حاجة. تشارلز جاله يوم فكرة قالوا عليها إنها ما تخطرش حتى على بال الشيطان. والقصة دي مش بنحكيها من خيالنا، دي جاية على لسان الدكتور جوزيف ليستر. جوزيف ليستر دكتور متخصص في أمراض الدم. وظيفته كان شغال في مجزر من ضمن مجازر كتير تابعة لتشارلز لويسانو. الدكتور بيحكي ويقول: كل يوم الصبح كنت بستلم عدد جثث مرعب، جثث ضحايا المافيا. واحنا عارفين المافيا كانت بتحب تستعرض قوتها بالجثث عشان ترهب الناس وتفرض سيطرتها. لكن تشارلز ما كانش شايف جثث، كان شايف ثروة ضيعة. قالك: ليه نسيب اللحوم دي تروح هدر؟ ليه ما نعملش مصلحة حقيقية؟ ومن هنا بدأ الكابوس. بالتدريج بدأ يبيع اللحوم دي في المجازر. شوية شوية الطلب زاد، وبعدها دخلت اللحوم في صناعة البرجر. والأخطر إن الناس حبت الطعم وأكلت من غير ما تعرف إن اللي في إيديها مش لحمة حيوانات، لكن لحمة بشر حقيقيين. السر فضل مستخبي سنين طويلة، لحد ما تشارلز اتسجن من 30 ل 50 سنة بسبب جرايمه البشعة، وكان آخرها التجارة في لحوم البشر. ودي كانت حاجة بسيطة من بحر رعب المافيا. اكتب لنا في الكومنتات كنت تعرف ايه عن أغرب جرايم المافيا، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالم الجرائم والقصص المرعبة.